السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقدم آه، عن قبيلة دارود إسماعيل، آه، فروعها وتفرعاتها. وقبيلة دارود إسماعيل هي أحد القبائل الصومالية الرئيسية، ومتواجدين في شرق أفريقيا واليمن وعمان. دارود إسماعيل أحيانا يكتب طارود أو طارود. هو دارود أو عبد الرحمن، الاسم الأصلي هو عبد الرحمن، بس يعرف بدارود، اشتهر فيه. هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن محمد بن حامد بن عبد الله بن إبراهيم الجبرتي بن علي زين العابدين بن أحمد بن عبد الله الجمحية بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا هو نسبه. مقام العارف بالله أو ضريح العارف بالله سيدي عبد الرحمن إسماعيل دارون في الصومال، في منطقة هايلان في شمال الصومال في محافظة سناك. هو المقام حقه في شمال الصومال في محافظة سناك. هذا هو القبر حقه، يقع في شمال الصومال محافظة سناك. هذا ضريح زوجته الأميرة دومبرة بنت سلطان در، زوجة عبد الرحمن أو دارود إسماعيل الجبرتي، هيلان محافظة سناك، مدفونة في نفس المنطقة في جواره. هذه هي محافظة سناك المبنية في الخريطة الواضحة في شمال الصومال. هذه هي التقسيمات الإدارية في محافظة سناك. هيلان، منطقة هيلان. وهنا قبر والد عبد الرحمن دارود إسماعيل، أبوه، في اليمن، في زبيد في اليمن. هون زيارة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد في يونيو عام 2005 قبر ومقام جده العارف بالله الولي الصالح إسماعيل الجبرتي والد دارود في زبيد باليمن. هذا أبوه. والآن إلى التقسيمات لقبيلة الدارود، التقسيمات الفرعية للقبائل إلى فروعها ومشجراتها وكل شيء نتكلم عنه الآن. دارود إسماعيل اسمه الحقيقي عبد الرحمن إسماعيل، ويعرف بداود أحيانا في بعض المراجع. أنجب 5 أولاد ذكور: عيسى دارود، ويوسف دارود المعروف باسم أورتبلة، قبيلة شهيرة،
قبيلة عيسى شهيرة برضه. وتندى حسين دارود الذي هو تندى الذي أنجب للكسا، قبيلة شهيرة برضه هي. ومحمد كبللح الذي يتفرع منها قبائل كبرى كثيرة. وأحمد دارود سيدي أنجب من ريحان وفعية. من ريحان اسمه الحقيقي حسن، من ريحان بن سيدي بن دارود، تسكن في جنوب الصومال ووسط الصومال. الكسا وأرطبل بيسكنوا في وسط الصومال، وعيسى برضه. لكن كبللح قبائل كثيرة يعني هي تتوزع على الصومال كلها. من ريحان منها الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو، والرئيس الأسبق محمد سياد برة، ينتمون إلى قبيلة من ريحان. نجي عند كبللح أو محمد دارود، أنجب ولدين علي وعبدي. علي معروف باسم كومادة، وعبدي معروف باسم كومبا. نمشي على كومادة علي، الخط الأزرق، بعدين نرجع إلى الخط الأحمر. الخط كومادة أو علي أنجب أبسمة وعبده. عبده معروف باسم كليمايس. معظم قبائل أبسمة يسكنون في شرق أثيوبيا وجنوب الصومال. أبسمة أنجب واق وقادين ويتين وبلعد. واق أنجب جد واق، حبرتي واق، تقاد واق. جد واق أنجب برترة، أباسكون، يبرة، تكلم واق. هذه قبائل أبسمة. نجي على كومب كبللح دارو الأحمر. أنجب سليمان، جران، حرالة، شمبيل، عبدي، قري، وهنتيلة، أمانة. قري بيسكنون في شرق أثيوبيا، وجنبيل في شمال شرق الصومال ووسط الصومال. هنتيلة أنجب هرتي ويبرة. هرتي معظمهم يسكنون في شمال شرق الصومال، منطقة بوتلاند في شمال شرق الصومال. والذي منهم ويتفرعوا إلى موراسانتا محمود هرتي الذي بينقسم إلى ورسنجلي وإنجيل. ومتشرتين محمد هرتي، والذي منهم الرئيس الصومالي الأسبق عبد الله يوسف أحمد، وثاني رئيس الصومال بعد الاستقلال عبد الرشيد شرماركة، ينتمون إلى قبيلة متشرتين. ودو البهانتا أو البهانتا سعيد هرتي، ومورا عسى هو أحمد، الاسم الحقيقي أحمد. مورا عسى أنجب إسماعيل، وإسماعيل أنجب دشيشة محمود، وتينلة وعيس، مقنلبة نوح، وكبطلة عبد الله. هذول كلهم من مرعسة أو أحمد هرتي. أكبر قبيلة فيهم هي دشيشة. ومن أولاد هرتي كاسكي قبة عبد الرحمن، واللي بنقشة، وقيسي قولي.
هذول كلهم قبائل حرثي، ويسكنون في شمال شرق الصومال ووسط الصومال بعد، وجنوب الصومال قليل أقل. هذه هي فروع قبيلة الدارود. رؤوس القبائل، طبعا كل قبيلة تتفرع إلى فروع عشائر وعائلات وأسر كثيرة. أهم الشخصيات في قبيلة دارود: الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو من فبراير 2017 إلى مايو 2022، آل الديني قبيلة مريحان الدارود. الرئيس الصومالي الأسبق عبد الله يوسف أحمد من أكتوبر 2004 إلى ديسمبر 2008 من أسرة عمر محمود قبيلة متشرتن دارود. الرئيس الصومالي الأسبق محمد سيد بري من أكتوبر 1969 إلى يناير 1991، آل ديني قبيلة مريحان دارود. الرئيس الصومالي الأسبق عبد الرشيد علي شرناركة من يوليو 1967 إلى أكتوبر 1969 من أسرة عثمان محمود قبيلة مجرتين دارود. الزعيم القائد المجاهد السيد محمد بن عبد الله حسن قائد ثورة الدراويش ضد الاستعمار الإنجليزي والإيطالي المتوفي عام 1920 من أسرة باقري قبيلة أوغادين دارود. السلطان محمود علي شري الجراد من أسرة آل الجراد قبيلة وسنجري دارود المتوفي عام 1960. الملك برهان بن موسى الكنديد الملك الحالي لقبيلة دارود من أسرة عثمان محمود قبيلة مشيرتن دارود. هذا الملك الحالي، الملك برهان بن موسى الكنديد. هنا بعض سلاطين قبيلة الدارود من فرع حرتي، 4 قبائل. من اليمين من الجهة هذه جراد قبيلة البهنتة أو البهنتة، بعدين ملك قبيلة الدارود وسلطان مشيرتين، ثم سلطان قبيلة الورسنجلي، ثم أوغاس قبيلة دشيشي أو سلطان قبيلة دشيشي. جراد وأوغاس والملك وسلطان هذه ألقاب قبلية. لا تنسون الضغط على اللايك، السبسكرايب، الاشتراك وشير والجرس ليصلكم كل جديد من ابن عيسى.